عبد الله كعبي معنا مباشرة على أمواج راديو مارس برنامج المريخ الرياضي. أهلا بك أستاذ عبد الله. يا مرحبا وسهلا. يعني سعداء أنك تكون معنا مباشرة في راديو مارس. سبق لك وحضرتي معنا هنا في الاستوديو إحدى الزيارات ديالك للمغرب، وإن شاء الله تعاود بعد تكون عندك شي زيارة تعاود الزيارة ديالك هنا وتكون حاضر معنا في البلاطو. يعني سمعناك في البرنامج ديالك كانت عندك الجرأة وشجاعة أنك تكلمتي على الموضوع ديال لقاء بركان واتحاد عاصمة وما تعرض له بركان في اللقاء ذهب. تكلمتي على يعني بركان تظلم وتكلمتي بالقانون. نعاودوا نبغيو على امواج راديو مارس نسمعوا الراي ديالك خصوص ما وقع في اللقاء الذهاب ولا يعني الاحتجاز الاقمصه ديال فريق النهضه البركانيه. نعم، اول شيء طبعا السلام عليكم، طبعا تحياتي لك وتحياتي لضيوفك الكرام، وطبعا نقول حق الشعب المغربي، وطبعا كذلك سيدي ملك المغرب كل عام وانتم بخير في هذه الايام الطيبه. نقول طبعا احنا تكلمنا بخصوص مباراه نهضه بركان مع الفريق الجزائري، طبعا تكلمنا بخصوص المواضيع اللي حاصله بالقوانين واللوائح المعترفه من قبل الكاف وكذلك من قبل الفيفا. اللي حصل من فريق نهضه بركان طبعا انتشار واسع في دول الخليج وكذلك الدول العربيه، ان لاول مره في التاريخ تم يمكن يعني احتكار هذا الفريق وجلوسه في المطار، ومن ثم طبعا الصور اللي شفناها وكذلك الفيديوهات. وطبعا للاسف يعني تم تدخيل السياسه بالرياضه، وطبعا هذا ما يرضي الرياضيين ولا المتابعين ولا المحايدين. احنا طبعا كقناه محايده وقناه طبعا دائما نتكلم عن القضايا في الوطن العربي، خاصه في المغرب، في مصر، في المملكه العربيه السعوديه وفي الامارات، ان الفريق نهضه بركان تعرض لظلم كبير، وهذا طبعا اللي شفناه في الفترات الماضيه. والادهى من ذلك والمشكله الكبرى الطامه الكبرى ان طبعا تم توفير تيشيرت مش عليه طبعا شعار السبونسر او الراعي، وهذا طبعا مخالف طبعا للقوانين واللائحه. انت بدل ما تعدلها، يعني انت عميتها فيها طبعا في مثل خليجي يقول لك انت بدل ما تعدلها تصلح الموضوع، انت خربت الموضوع لازيد. للاسف الاتحاد الجزائري لم يتعامل مع الفريق نهضه بركان بالشكل المطلوب، ودائما المغاربه يستقبلون الضيوف على احر من جمر وكذلك بطقوسهم المعتاده طبعا. والشعب المغربي طبعا شعب كريم، شعب مضياف. طبعا شفنا البارحه الصور والفيديوهات انه وصول الفريق الجزائري الى المغرب، طبعا الاستقبال بالورد وكذا، كل شيء مبين اخوي الكريم في دول الخليج، كل شيء مبين في الصور والسوشيال ميديا ان الحق مع المغرب، ان الحق مع الفريق نهضه بركان. نحن متابعين طبعا لفريق نهضه بركان في البطولات الخارجيه، فريق نهضه بركان يقدم اوراق اعتماده بشكل ممتاز مع في البطوله هذه، ولكن للاسف التعامل لم يرتقي بالمستوى المطلوب. وللاسف كذلك الاعلام الجزائري، للاسف انا اعيدها 20 مره، دائما الاعلام الجزائري يعني ما يقول الحقيقه، للاسف ما يبين الحقيقه للشارع الرياضي الجزائري او حتى العربي، يحاول يضلل الحقيقه. يعني لا تظل الحقيقه، لان الامور صارت مكشوفه، يعني مكشوفه، يعني الناس تتابع تشوف الامور. وبيعوا الوهم للجماهير ديال فريق اتحاد العاصمه اللي الان عرفوا الخطا اللي وقع وعرفوا بانه تصرف الدار. معروف المشكله مو من عامه الشعب، المشكله من الاعلام الجزائري اللي يضلل الجمهور الجزائري ويضلل الجمهور العربي، وهذا خطا فادح، وهي جريمه بالاساس انك تضلل الاشياء الحقيقيه وتبينها في امور مخالفه للقوانين. هذه الخارطه معتمده من قبل الكاف او الفيفا او الامم المتحده. ليش انت تصر على المغاربه ان تشيل الخارطه من التيشيرت؟ على اي اساس؟ شو المبدا او الاسس اللي بنيت عليها انك تشيل الخارطه من التيشيرت؟ هل هذا يعقل؟ المغاربه يوافقونك تشيل خارطتهم على التيشيرت؟ طبعا لا، وهذا حقهم وهذا حق مشروع. احنا تكلمنا بالبرنامج، هذا حق مشروع، واثبتنا طبعا في رسائل، عندنا كان في رسائل حصريه من قبل الكاف ومن قبل طبعا الراعي لنهضه بركان ان في امور سبونسر وتسويقيه للتيشيرت، انت كيف تزيد هذا الاسم؟ وهذا مخالف طبعا، وهذا طبعا يسبب مشكله بين الفريق والشركه الراعيه او التسويق. وللاسف طبعا احنا دائما كان تعامل مش جميل ولا ايجابي، عكس طبعا الاستقبال اللي شفناه طبعا بالامس بالورد، والاستقبال طبعا من قبل طبعا الرياضيين في المغرب للوفد الجزائري. ودائما كذلك المغرب تعامل جميع الدول بهذه المعامله الطيبه، عكس بعض المعامله طبعا اللي شفناها في الفتره الماضيه
للفريق البركاني. كيفاش كتشوف انه نظام يضحي بفريق اللي هو حامل اللقب المنافسه قاريه ويحرموا من الدفاع على اللقب؟ يعني انت كتقول بانك كدير بنيه تحتيه من اجل النهوض بالكره وتطوير الكره وتنافس المغرب، ولكن كتجي كتخسر فريق اللقب ديالو بهذه السهوله هذه. للاسف. انت ليش نحن نتكلم عن كره قدم، نتكلم عن الرياضه. انا في الفتره الماضيه حصلت هجوم كبير في السوشيال ميديا، خاصه من قبل بعض الاعلاميين في الجزائر وكذا. انا ادافع عن الحق واتكلم عن المغرب بكل امانه واخلاص. يعني اللي يحصل هذا طبعا يشوه سمعه الكره الافريقيه والكره الجزائريه. شو انتم اذا عندكم مشكله مع الفريق البركاني يا اخي لا تخليه يجي الجزائر. اذا عندك مشكله، يعني انت اليوم مشكله عندك مع نهضه بركان، عندك المشكله في الاشبال في المغرب عشان موضوع التيشيرت. طيب يوم الاحد هذا السؤال يفرض نفسه الان للشارع المغربي، هل بكره يوم الاحد تقام مباراه نهضه بركان مع الفريق الجزائري؟ هذا سؤال ثاني. وانا اعتقد واتوقع ما بتكون المباراه موجوده، يعني ما بتقام المباراه اذا تمت على نفس طقوسهم هم وافعالهم. هذا خطا فادح. انت تطالب الفريق البركاني بازاله الخارطه، مش من حقك بالاساس، وما لك حق بالاساس. الاتحاد الدولي، اتحاد الفيفا، الكاف معتمدين هذا الشعار. طبعا شعار في اي مكان. المنتخب السعودي الشقيق يشارك في كاس العالم او في اي مكان معتمده الخريطه. دوله الامارات كذلك نفس الشيء، الخريطه. قطر الشقيق كذلك نفس الشيء. انت ليش اصريت على المغرب بازاله الخارطه من التيشيرت البركاني؟ ما لك حق بالاساس، ما لك حق ابدا انك تطالب بالفريق بازاله وتشوف الصور بدون الخارطه. لا طبعا، نحن ما نرضى على المغرب، نحن نرضى تكون مباراه حبيه، ودائما المغاربه هم اهل كرم وضيافه ويعاملون السلب بالايجاب. هاي طبعا طبيعه المغاربه، هاي طبعا الرياضه المغربيه، هاي طبعا طبيعه الشعب المغربي العزيز المضياف ومعروف. وانا اقول لك وارجع واقول لك حتى الاعلام الخليجي والعربي تعامل مع هذا الموضوع ان الحق مع الفريق البركاني. ليش انت الحين تشوه سمعه يعني الامور الحاصله في المواضيع الثانيه؟ ليش تدخل السياسه في الرياضه؟ انت ليش؟ شو على اي اساس يعني؟ انا تلقيت هجوم كثير في هذا، ولا انا الحمد لله مثل الجبل. استاذ عبد الله، خلينا نقطع. كل الفرق المغربيه اللي تشارك خارجيا في انقطاع الصوت للضيف ديالنا. الفرق المغربيه انا دعمت فوزي لقجع، انا دعمت وليد الركراكي، انا دعمت المغرب، دعمت الرجاء، الوداد، البركاني، في اي حتى الحكم المغربيه اللي شنوا عليه حمله من فتره بشرى كربوش، حكم. ايوه انا دعمته بكل قوه في دوله الامارات في الخليج. احنا اعلامنا قوي في الامارات والخليج، انت عارف قوه الاعلام في الامارات والخليج. وانا دعمت كذلك سفيان البقالي الرياضي طبعا المعروف في العاب القوه، دعمته وبارك له وتم استقباله في الامارات، واعطوه كذلك هديه في الامارات هي وحكم بشرى. وطبعا الصور كانت موجوده من قبل مجلس دبي الرياضي. انا اذكرهم في الامارات واذكرهم في الخليج ان هناك طبعا كفاءات ورياضيين مغاربه على اعلى مستوى، على اعلى طراز رياضي فريد. تتكلم عن المغاربه. استاذ كعبي، هذه الانجازات وهذا يعني ما وصلت لكره القدم المغربيه مؤخرا، نظمت تظاهرات عالميه والكل تيتكلم على التطور الكبير في الرياضه، هي اللي كتخلي يعني هذا النظام انه يعادي يعني السياده الوطنيه. طبعا هذا حسد وغيره بلا شك. انت تتكلم عن نقله نوعيه في المغرب، نقله نوعيه كبيره عندكم انتم مش حاسين فيها. انا حاس فيها. انا ذكرت ان الاستاذ فوزي لقجع، ومعروفه تصريح تاريخي عندي في الامارات في الخليج، الاستاذ فوزي لقجع افضل رئيس اتحاد كره قدم في الوطن العربي. انا ذكرته في البرنامج وموجود الفيديو وبذكره اكثر من مره. انا سمعتها. نقله نوعيه ولا مو بكذا. والموضوع الثاني كذلك لا ننسى الدعم الكبير من سيدي ملك المغرب، هو متابع للرياضه المغربيه. اكيد الراعي الاول للرياضه، الراعي الاول وحبيب الشعب المغربي والخليجي والعربي، هو متابع بدقه للمنتخبات المغربيه. وكل فخر مغاربه انهم يلبسون التيشيرتات المغربيه. انا ذكرته لامين مال يوم ما يلبس التيشيرت المغربي انا عاتبته. انا وقفت مع ابراهيم دياز عندما ارتدى شعار المنتخب المغربي. هذا فخر لك وهذا شرف لك
انك تلبس التيشيرت المغربيه. بالعكس فريق النهضه البركاني مع الحق، مع كل القوانين واللوائح تصب في مصلحته، وان شاء الله طبعا يشوف المستوى الكره المغربيه او الفرق المغربيه تروح بعيد ان شاء الله على مستوى الوطن العربي باذن الله تعالى. واكيد هذا المشكل مفتعل، يعني بين بزاف ديال الامور، بين يعني الناس كتعاطف مع المغرب، وبين بان الناس عارفه شنو واقع. هذا الشيء ماشي مفاجاه، الناس عارفه ان كاين نظام يعادي الوحده الترابيه، كيعادي بلد بسبب التطور اللي وصلوا، كيحاول انه يوضع عليه عراقيل بدون ما يتمكن انه يحقق الاهداف ديالو. صحيح. احيانا المغاربه الرياضيين المغاربه عندهم اكثر من يمكن 50 جائزه. المغاربه مكتسحين الجوائز على مستوى الوطن العربي على فكره، يعني مكتسحين وهذا طبعا سبب غيره لبعض البلدان، يعني ما بذكر اسماء عشان ما نوقف في حرج وكذا، ولكن يعني المغاربه مكتسحين الجوائز الذهبيه دائما، يعني يا تاخذ المركز الاول يا لا تاخذ ولا جائزه. هذا طبعا هدف الرياضي المغربي او الرياضيه المغربيه. كل الدعم طبعا للرياضه المغربيه، كل الدعم للمنتخبات المغربيه، لجميع الفرق المغربيه، ما نفرق بين فريق وفريق. قلت انا ذكرت اكثر من مره، ديما رجاء ذكرتها، ديما وداد، ديما نهضه بركاني وذكرتها وما زلت اذكرها رغم محاربه بعض الاعلاميين والاستديوهات التحديديه الجزائريه اتجاهي انا. خلوا كل القضايا وركزوا علي انا. نقارب عبد الله الكعبي لانه يدافع عن المغرب، دخلوني انا في الوسط ما عندي مشكله، انا دافع عن المغرب وافتخر اني ان شاء الله دافع عن المغرب ودافع عن الحق بالاساس. انا دافع عن الحق ومن ثم طبعا دافع عن الرياضه المغربيه. وتحيه لك وشكرا بزاف على يعني هذا الروح ديالك، وهذا يعني الله يبارك فيك. الالتزام ديالك، لان انت كتهضر بالقوانين وكتهضر يعني انا بس تنويه، انا اتكلم بالقوانين واللوائح المعتمده من قبل الفيفا ومن قبل الاتحاد الافريقي الكاف. اعتماد التيشيرت البركاني هذا اللي مش عاجب بعض الناس، مش عاجب بعض البلدان عليه خارطه، انت مش على كيفك انت تقول حق اداره البركان انزع الخارطه، مش على كيفك انت، ولا لك اساس ولا لك حريه انك تامر تقول انزع الشعار. لا لا لا، شو ما عليك، ما لك شغل في الشعار انت، هذا شعار معتمد من سلطات اكبر من الاتحاد الرياضي وما يخصكش، هذاك يخص بلد، وما لك شغل، يخص بلد. وهذا انا اقول لك انا هذا معتمد، وانا اتوقع ان في اصدار قرارات قويه من قبل الاتحاد الافريقي الكاف اتجاه الاتحاد الجزائري او الفريق الجزائري. للاسف يعني شو ما عليهم صراحه. يعني ان شاء الله نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله للفريق البركاني، وكذلك انا اوجه رساله كذلك لكافه الفرق المغربيه انها تمثل المغرب خير تمثيل، خاصه الفريق الودادي الان على اعتاب مشاركه كاس العالم للانديه. اتمنى كذلك الفريق الجيش التوفيق، وكذلك فريق الرجاء، كافه الفرق المغربيه باذن الله تعالى. تتوقع اتحاد العاصمه يلعب مواجهه الاياب؟ ما اتوقع، ما اعتقد. انا عندي احساس ان ما بتقام المباراه بين اتحاد العاصمه والبركاني، لان نهضه البركان الفريق البركاني مصر على لبس التيشيرت، وهذا حق مشروع للفريق البركاني انه يلعب على نفس التيشيرت اللي طبعا عليه خارطه المغرب او حتى عليه السبونسر اللي هو طبعا الراعي الرسمي. هو غادي يعرض نفسه للتوقيف، ممكن يمشي لموسمين ما يلعبش منافسات قاريه. اضيف على ذلك بان الجمهور الاتحاد العاصمه بدا كينقلب على الاتحاديه ديالهم، انهم طبعا ضحوا بفريق من اجل قضيه خسرانه. طبعا انت دخلت السياسه في الرياضه، وفي اصدار قرارات ان فريق اتحاد العاصمه ما يشارك في دوري ابطال افريقيا او البطولات المقبله، اي بطوله افريقيه كاف او غير الكاف تحت مسمى الكاف ما يشارك فيها. وممكن يكون فيها بعد مشكله اصدار القيد، انك ما تقيد لاعبين مثل ما حصل لفريق الزمالك المصري. اصدار العقوبات قويه واللوائح موجوده ثابته. انا تكلمت عن نهضه بركان من ضمن اللوائح والقوانين والتشريعات اللي تكلمت عنها مبنيه من قبل طبعا اتحاد الفيفا او اتحاد الافريقي الكاف. تحيه لك سي عبد الله الكابيل. شكرا زميل الصحفي. مزيد من التقدم للمغرب ان شاء الله. شكرا وشكرا بزاف على هذا الموقف ديالك الرجولي النبيل. تكلمتي بقلبك وتكلمتي بالقوانين والانظمه ودافعتي على فريق نهضه بركان والمغرب، برغم انف الحقودين اللي يحاولوا انهم يهاجموك على يعني